هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي اقول لكم النهارده على 4 حاجات مهمين جدا. ما تبعتوش لحد مش حاسين يعني بدفء كده وانتوا بتبعتوله. يعني لو انا دلوقتي ببعت لحد رساله والحد ده وهو بيتكلم معايا ما حسيتش بنفس نفس اللهفه اللي انا ملهوفه للشخصيه دي، بحبها، صاحبتي، قريبتي، ومديها اهتمام ومديها مش عارف ايه، شويه مشاعر كده ما حسيتهاش، لا ما هو من بابها كده يبقى انا ايه؟ في حاجه غلط. انا اللي عامل حاجه، مدي للي قدامي ده مساحه اكبر من اللي هو مديهاني، واخد مساحه كبيره، فملهاش لازمه اصلا ان انا ابعت له الرساله دي. خلاص، شكرا، بمنتهى البساطه. ما قابلش حد كل شويه انا اللي بطلب منه ان انا اقابله دايما. هو ما بيبدلنيش نفس الحاجه، هو مش بيطلب نفس الطلب، يبقى انا ما قابلهوش اصلا. هو مش راغب في مقابلتي، ما اتصلش بحد، هو مش بيتصل بيا، وانا اللي دايما بتصل بيه. بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه. ما تكلمش كتير مع حد اصلا، يعني كل ما اكلمه كلامه قليل جدا جدا. بمنتهى البساطه. هتقولي اصل في ناس كلامها قليل، مش رغايه، مش عارف ايه. لا، الناس دي على فكره بتعرف تتكلم كويس قوي، بس بتتكلم بمزاجها في الوقت اللي هي شايفه ان هي عايزه تتكلم فيه، مع الاشخاص اللي هي عايزه تتكلم معاهم. فخلاص انت مش من الاشخاص دي اللي هي ناويه تتكلم معاهم كتير. اشتري دماغك كده وما اكلمهمش اصلا. من الاخر، كلمش كتير، اتجاهل اللي بيتجاهلني من بابها كده. شكرا يا جماعه، عيشوا في نفس الليفل اللي قدامك بيتعامل منه. ما تبقاش انت حاطط اللي قدامك في مثلا ايه، في الغلاوه احسن واحد، وهو حطك اصلا، يعني اقول ايه، بس مش حطك اصلا خالص، مش في اعتباره. لان انت اللي في الاول وفي الاخر اللي هتتعب نفسيا. من الاخر، هو انا ليه بيتعامل معايا كده؟ لان بمنتهى البساطه هو الراجل مش ملام. عادي، يعني ممكن شخصيه انا بعتبرها ان هي صاحب الانتيم، بس انت ممكن ما تكونش ليه صاحبه الانتيم. فبمنتهى البساطه عشان نرتاح نتعامل مع اللي قدامنا بنفس المعامله اللي هو بيعاملها لنا بالظبط. وشكرا.